يلا نعمل مع بعض وصفة البهجة والسرور وهي بسكوت العيد. تعالوا نعمله مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وطعم حكاية وقرمشة خيال. يلا بسرعة نشوف الطريقة. أول حاجة هقول لكم مقدار الكيلو. معايا كيلو من الدقيق، معايا 400 جرام من الزبدة، وبما يعادل كوبايتين الا ربع من الزبدة، 4 بيضات، 300 جرام من السكر بما يعادل كوباية وربع من السكر العادي الأبيض. تمام كده. معايا بقى معلقه صغيره من الفانيليا السايله، ونص معلقه صغيره من الفانيليا الجافه، ومعلقه صغيره مليانه من النشادر، ونص معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الخل، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. اول حاجه هجيب الزبده، وضروري تكون ان هي بدرجه حراره الغرفه. تمام. ابتدي اني انا احطها على طول في العجان واضربها. نقدر ان احنا نضربها بالمضرب الكهربائي عادي لحد ما توصل للقوام ده، تكون هشه وناعمه وكريمي، ولونها يكون افتح وتضاعف حجمها. بعديها ابتدي انزل عليها على طول ب 300 جرام من السكر الابيض العادي، او بما يعادل كوبايه وربع من السكر. انا حبيت اقول لكم المقادير بالكوبايه وبالجرامات، بحيث ان اللي سهل ليكي تقدري ان انت تعمليه. تمام كده. هبتدي بقى ان انا اضرب السكر كويس جدا مع الزبده لمده ما تقلش عن 5 6 دقايق. تمام كده. هنا في المرحله دي بقى ال4 بيضات هبتدي اضيف عليهم الفانيليا السايله، واضيف عليهم الفانيليا الباودر، واضيف عليهم معلقه مليانه من النشادر، معلقه صغيره مليانه من النشادر. والخل هضيفه اخر حاجه، وانا هبتدي اضيف البيض. ابتدي بقى اضيف الخل. خلاص السكر معايا بعد ال6 دقايق سكر داب، وبقى قوامه حلو جدا مع الزبده، وبقى كريمي وبقى هش خالص. هبتدي بقى ان انا اضيف بيضه بيضه. تمام كده بالقوام ده، واضربهم بعد اضافه البيض، اضربهم لمده 5 دقايق لحد ما اوصل للقوام الكريمي ده. شايفين الجمال؟ قوام كريمي خطير. هنا بقى معايا الدقيق طبعا منخول، كيلو من الدقيق، وهضيف عليه نص معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، واقلبهم بقى كويس جدا. تمام. زي ما انتم شايفين. بعد بقى ما قلبتهم ابتدي انزل بقى بالخليط ده كله على الدقيق. هنزل بقى بكله، بالمقدار كله، وابتدي بقى اعجن فيها لحد ما يدوب الدقيق يختفي بس. البسكوت مش بنعجنه مدة طويلة عشان البسكوتة ما تطلعش معضمة معاكي وناشفة وقاسية قوي. لا، احنا عايزين بسكوتة مقرمشة وطعمها حلو قوي، ولما نغطسها كده في كوباية الشاي تبقى دايبة وبتدوب. هو ده البسكوت يا جماعة. اهم حاجة عشان اوصل للمرحلة دي ما نعجنش مدة كبيرة. ضروري يكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، البيض بدرجة حرارة الغرفة، زي ما انا ما قلت لكم، لحد ما اوصل للقوام ده. العجينة خلصت من ايدي. تمام كده. وبقت بالقوام الممتاز ده. حطيتها في طبق وغطيتها بالاسترتش ودخلتها التلاجة. انا عملتها قبل يعني بالنهار الصبح. تمام كده. واشتغلت فيها بعد الفطار بالليل. زي ما انتم شايفين كده. سبتها ترتاح مدة طويلة. انتي اقل حاجة عايزة تريحيها في التلاجة اقل حاجة ساعة. تمام. انا بقى ابتديت ان انا خلاص جهزت المكنه بتاعتي والصاج دهنته بالزيت. ببتدي بقى اظبط كده البسكوته واحطها في الصاج. بنسيب ما بينهم مسافات يا دوب بسيطه جدا. البسكوت هيزيد، بس مش هيزيد الزياده يعني الضخمه قوي. عايزه اقول لك ان كمان كل ما بتريحي البسكوت بيخلي النقشه بتاعته حكايه حلوه قوي. النقشه بتاعته مش بتروح، وبتكون كده نقشته جميله وبارزه. غير كمان قرمشته الخطيره اللي هو بياخدها. وطبعا سر قرمشته ده بناخدها ان احنا بنستخدم سكر عادي ابيض، حبيبات ناعمه. تمام كده بدل السكر البودره. عايزه اقول لكم بيدي نتيجه حكايه يا جماعه مع البسكوت. تقدروا بقى تمشوا على كل الخطوات والتركات اللي انا قلتها لكم دي، هتطلعوا بسكوت ممتاز. بسكوت فعلا زي ما الكتاب بيقول، هش ومقرمش وخطير. هنا بقى بعد ما خلصت الصاج معايا زي ما انتم شايفين. تمام. والبسكوت معايا خلاص رصيته في الصاج. طبعا في خلال الفتره دي انا مجهزه الفرن بتاعي على درجه حراره 200. تمام كده. بدخل فيها فيه البسكوت على الرف الاوسط في الفرن. تمام كده. بمجرد بقى ما يكون الفرن خلاص سخن معايا، واول صاجين انا خلصتهم دخلت على طول. يعني انا زي وانا شغاله بشكل البسكوت بسوي كمان. خد معايا تقريبا حوالي ربع ساعه في الفرن. وبعدين ببتدي ان انا من بعد الربع ساعه ال5 دقايق التانيين بتابعه. خد تقريبا معايا حوالي 20 دقيقة. بس بعد ربع ساعة ببتدي ان انا اشوفه واتابعه لحد ما ياخد لون حلو قوي من تحت. افتح عليه الشواية لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده، ويطلع معايا بالجمال ده. مش قادرة اقول لكم. بسكوتة ممتازة، قوامها ممتاز، وقرمشتها حكاية. تحفة يا جماعة. بتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وعجبتكم الطريقة وتجربوها. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد وصفة جديدة. باي باي. رمضان كريم وعيد سعيد عليكم يا رب.